ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا عاش الواحد منكم سيرى اختلافا، تفرقا. إذن هذا الاختلاف قد يقول كل مسلم، يقول نحن نرى اختلافا، نرى تفرقا، حتى إن بعض المسلمين يقول لا نعرف أين الحق، حتى إن بعض المسلمين التبس عليه أمر الشيعة هل هم على حق أو على باطل، يقول لم نعرف هل هم على حق أو لا باطل. وهذا عجيب، فالدواء موجود في حديث واحد لو فهمته يكفيك علاجا تعرف به الحق. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، تفرق، مذاهب، طوائف. ما هو المخرج من كل ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الدواء، هذا هو العلاج، وهذا هو النور الذي تعرف به الطريق الصحيح وتسلم من الفرقة والاختلاف.